غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوج تقدم الو. ايوه اهلا وسهلا. ساعة قصة اثناسيوس. ايوه مين معاك؟ اسامة عبد الله من امريكا. ساعة قصة اثناسيوس. اهلا بيك. اهلا، ربي يباركك ويبارك مع حضرتك ومع حبيبك صلاة وسلام على حضرتك. ساعة قصة اثناسيوس، حضرتك كنت بتحتفلوا قريب بموت يسوع وقيامته من الاموات. حضرتك كنت بتحتفلوا قريب بموت يسوع وقيامته من الاموات، والكتاب المقدس يقول ولم يقوم يسوع ولم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. ولكن الكتاب المقدس يؤكد أن الله لا يموت، فيقول الذي لا وحده عدم الموت، ألست أنت منذ الأزل يا رب إله قدوس لا تموت. ويسوع يقول الحي وكنت ميتا. يعني إزاي نعبد إله مات حضرتك والله لا يموت؟ الذي له وحده عدم الموت، فكيف مات الإله؟ مين قال لك ان الاله مات؟ مين يا فندم اللي مات؟ مين اللي قال لك ان الاله مات؟ امال يسوع مين؟ يعني يسوع مش الله؟ طب يبقى ممتاز كده. امال مين اللي مات ايوه حضرتك؟ يسوع. امال يبقى يسوع مات ويسوع مات ولا ماتش؟ ايوه وانت مش اتفضل. انه الله ده قادر على كل شيء ولا لا؟ طب اذا كان الله قادر على كل شيء لماذا لا يتجسد في بقره؟ قادر على كل شيء ولا لا؟ طب ما انا برد عليك اهو، ما انت لو سمعت الرد اسمعني، ما انا برد عليك. الله قادر على كل شيء، ما يمنعه يتجسد في بقره كما يقول الهنود. طلاقة القدرة ان هو قادر على كل شيء، ما يمنعه يتجسد في بقره كما يقول الهنود. اتفضل رد. سبحان الله، يظهر في صورة حيوان. احسنت. يبقى بقى ايه؟ ممتاز. يبقى احنا لن نقول ايه بقى؟ ان الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيء لا يليق بعظمته وبجلاله، والتجسد مقيسة، فالله لا يتجسد في مخلوقاته. شفت بقى حضرتك؟ شفت بقى حضرتك؟ تمام. اذا لا مين اللي قال لك الكلام ده يا راجل؟ لا 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 لا، الكتاب المقدس بيقول الحيوان زي الانسان ما فيش فرق. فين الكلام ده؟ سفر الجامع. الكتاب دي بقى واحده احسن من عيني حاضر. طب اسمع خليني اقرا لك بس. اسمع يعني حضرتك سفر الجامع الاصحاح 3 العدد 18. يا فندم اسمع النص، انت طلبت النص، اسمع. قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر إن الله يمتحنهم ويوريهم إنه كما البهيمة هكذا هم، لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة، وحادثة واحدة له موت هذا كموت ذاك، ونسمة واحدة للكل، فليس للإنسان مزية على البهيمة، لأن كلاهما باطل. الكتاب المقدس بيقول لا مؤاخذة أنت والبهيمة ما في فرق. الكتاب بيقول كده، سفر الجماعة. طيب الكتاب بيتكلم عن ايه هنا؟ الكتاب بيتكلم عن ايه؟ عن الموت. ايه بقى ميزيك عن الحيوان؟ ايه الميزه بتاعتك بقى؟ الكتاب بيقول لك فليس للانسان ميزه على الحيوان. انت دلوقتي كانسان انا ماليش دعوه. انا لا بتكلم الكتاب المقدس، انا مش عاوز كلام مرسل. الكتاب المقدس انت مش فاهم، لانك انت بتقول كلمه من الكتاب المقدس انت مش فاهمها. لا انت حضرتك بتقول كلام مش مفهوم. الكتاب المقدس بيقول يا حضرة الفاضل، الكتاب بيقول فليس الانسان مزية عن الحيوان. الكتاب بيقول كده، ما فيش فرق. ليس انسان مزية، ليس انسان مزية حيوان. فما تقوليش لا الانسان افضل، الانسان مش افضل. الكتاب بيقول لك الانسان والحيوان واحد. الوقت حضرتك الكتابك اللي بيقول كده، مش انا اللي بقول كده. كتابك اللي بيقول كده يا فندم، كتابك اللي بيقول كده مش انا. كتابك بيقول كده فليس الانسان مزية عن الحيوان، مش انا. هذا ليس رأيي الشخصي. كتابك بيقول كده فليس الانسان مزية. مش فاهم كتابي يبقى ما تتكلمش فيه يا حضرتك. لا انت بتقول كلام يخالف النصوص الانجيليه. انت بتقول تفسير شخصي وانا غير ملزم بالتفسير. انا ملزم بنصوص الانجيل او بنصوص الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول فليس للانسان مزية على الحيوان. الكتاب المقدس بيقول حضرتك ايه؟ الانسان بيتولد حمار. ارجع الى ايوب 11:12. اما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفرا يولد الانسان. الانسان مولود جحش. هتقول لي في فرق بين الانسان والحيوان؟ كتابك اللي بيقول كده. بيقول لك الانسان بيتولد حمار ومفيش فرق بين الانسان والبهيمه، مفيش اي مزيه، لان ليس الانسان مزيه على البهيمه. فانت لما تقول لي طلاقه القدره هقول لك ممتاز.
إذا كان تلاقد القدرة وأنا موافق إن الله قادر على كل شيء، ما يمنع الله يتجسد في الحيوان. هتقول لي لا الحيوان ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ هو قادر، هو حر، حاجة يرجع الأمر يرجعه شخصيا، لكن أنت مش عاوز. ليه؟ أنت عاوز التجسد بس في الإنسان. القدرة والحرية لا تمنع لياقة الله أن يرقص الإنسان. ممتاز. إذا حضرتك الآن ما فيش حاجة تمنعه إن هو يتجسد في بقرة. إذا دين الهنود دين مظبوط، لأن الله قادر على كل شيء وتلاقت القدرة. إذا أراد أن يتجسد في شيء هو حر. فإذا دين البوذي اللي بيعبدوا البقرة صح، الإله تجسد في بقرة. فأنت حضرتك دين إيه أصلا؟ نعم. أنت تدين لا أي حضرتك الخلفية بتاعتك دي، خلفيتي ديت أنا ما بتكلمش فيها، أنا بكلمك من الإنجيل. أنت بتقول الله قادر على كل شيء، قلت لك إذا كان قادر على كل شيء لماذا لا يتجسد في بقرة؟ قلت لا ما دين ينفعش. الهنود صح. إذا كان دين الهنود صح يبقى أنت تدين دين الهنود. لا انت المفروض انت اللي تدين بيهم. ليه بقى حضرتك تدين بيهم؟ لان انت اللي بتؤمن ان الاله يتجسد في الخليقه. انا لا اؤمن بهذا الكلام، انت اللي بتؤمن بيه. انت المفروض. ابوك زكريا، تعرف ان زكريا بطرس قال الكلام ده؟ اسمع اعلمك، اجيب لك الكلام ده من كلام ابوك زكريا بطرس. انا عندي تسجيل لزكريا بطرس بيقول نحن نعبد الله. اسمع بس اسمع. انا قليل ادب؟ والله انت اللي قليل ادب. اقول لي انت انسان قليل ادب ما ينفعش. انا قلت ادب عليه؟ انا قلت ادب عليه بالله عليكم؟ تعال الهربان زكريا بطرس والتسجيل موجود يقول ايه؟ نحن نعبد الاله الذي تجسد في يسوع، ولو تجسد في بقره هنعبد البقره. والتسجيل اسمعه. شهود الصدم بالنصوص. احسنت يا خليل، الصدم. انا مالي؟ انا كتابك اللي بيقول كده، كتابك اللي بيقول كده. الانسان مولود حمار، كتابك اللي بيقول كده. انا مالي؟ انا ايوب 11:12 اما الرجل كفارق عديم الفهم وكجحش الفرا يولد الانسان. كتابك مش انا. قلت في قلبي من جهه امور بني البشر ان الله يمتحن ويريهم انه كما البهيمه هكذا هم، لان ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمه، وحادثه واحده له، وموت هذا كموت ذاك، ونسمه واحده للكل، فليس للانسان ميزي على البهيمه لان كلاهما باطل. تعرفوا اقسم بالله ما في اكبر من اطباق مصر. القس اثناسيوس القمص لوقا، ده اسمه اثناسيوس القمص لوقا، كنيسه مرجيب دي السوهاج، تاريخ الصيامه 30/11/90. طيب ليه؟ ارجع للنص، هات النص تاني يا سوبرمان، شوف النص بيقول هات 3:18-19. هات 3:18 الاول اللي هو قلت في قلبي من جهه امور بني البشر ان الله يمتحن ويريهم انه كما البهيمه هكذا. لحظه يا اخوه اكرام حياكم الله. النص الاول بيقول ايه؟ النص الاول بيقول ايه بسرعه كده؟ كما البهيمه هكذا. بيقول ايه؟ بيقول الانسان مثل البهيمه تماما. طيب ايه الدليل؟ العدد اللي بعده بالظبط بيجيب الدليل. ايه الدليل؟ بيقول لك ان البهيمه زي الانسان ما فيش فرق. ايه الدليل؟ خد بالك، لان ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمه، وحادثه واحده له، موت هذا كموت. يعني ايه بقى يا اخوان؟ ونسمه واحده للكل، يعني بالظبط كده. الناس اللي بيقول كده الانسان بيموت صح والحيوان بيموت، والحيوان له روح والانسان له روح، ولا نميزي على البهيمه لان كلاهما. مش ده النص بيقول كده؟ مش النص اللي بيقول كده؟ كان لان ما يحدث بني البشر يحدث البهيمه. تمام؟ ده زي ده بالظبط. موت هذا يعني ده بيموت وده بيموت، نسمة واحدة، ده اللي يروح وده يروح. وبعدين يقول لك ايه الشاهد هنا؟ ايه؟ فليس للانسان ميزي على البهيمه. الكتاب كله بيقول كده، مش انا. ما بيتكلمش عن الموت بس، لا مش الموت بس، ده بيقول لك ده بيموت وده بيموت وده له روح وده روح. اذا فليس فرق ما بين الانسان والحيوان لان كلاهما باطل. ولا انا غلطان؟ مش ده الفهم الصحيح يا اخوه؟ مش ده هو الفهم الصحيح ولا انا غلطان؟ الكتاب بيقول كده. طب اللي بعد. الله اكبر، تكبير كل قلب. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله اكبر، تكبير كل قلب. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله ربي يهدي
يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا، أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.